قالوا الناس جداد الا قدرتي تجيب الوالده ديالك دير الفيزا لامريكا، او قدرتي تلقى ناس زوينين اللي يديروا لك الشهيوات والوجبات ديال المغرب، فعلاش غادي تمشي للمغرب اصلا؟ جمع لي العاقه وجلس لي مع راسك هنايا تمتع وشوف لي الحياه. المهم شدينا الطريق كيف شفتو انا والاخ عماد، مشينا عند واحد العائله مغربيه من الخميسه، تحياتي لخديجه اللي عرضت علينا باش دير لنا واحد الوجبه من احسن الوجبات في المغرب. هي هذه غتشوفوا قدامكم. المهم درت لنا الزميطه ودرت لنا تقيوسات هذو دخله، ومن مورا هاد دارت المعقول اللي هو الملوي. اكتشفت انها تبارك الله عليها كتديليفري الملوي لبزاف ديال الناس في امريكا، وتبارك الله داك الشيء زاز. والحريره حديت ولا حرج، عرفتي راه بديت كنضرب في الحريره تما ما قدرتش نوقف، والبسطيله بلا ما ندوي. واحد الحلوه تما ما عرفتش سميتي دايره بحال مسكوته، ولكن راه بزاف ضحكنا انا وعماد ونشطنا وشدينا الطريق. الاخوان بغيت نصور لكم بزاف د الحوايج، ولكن بالرجوله الناس الله يعمرها سلعه. الناس الخميس اللي كنتو كتفرجوا فيا الله يعمرها سلعه، حتى هو راه كي دازت الجليسه واعره بزاف. واخيرا حسينا بهذاك الفايب ديال المغرب، وضربنا الشباكيه والملوي ورجبنا معانا، وعطاتني طاجين. تحياتي ليك ليكم العائله بلا ما نسمي، ولكن الله يعمرها سلعه. تبارك الله عليكم، الله يوفقكم.